ثم ماذا قال هذا الكاتب؟ اخذ يمدح في شخص كنت احسبه عمر بن عبد العزيز، او احسبه صلاح الدين، او احسبه طارق بن زياد، ولكن ما هذا الشخص الذي اهال الكاتب حوله هالة فخمة. ان هذا الكاتب الكبير اخذ يمدح لنا في الدجالين والنصابين الذين يقرؤون الكف. قال سيادته: كنت اعرف رجلا يقرأ الكف ولكنه كان عجيبا لدرجة انه كان ينبئك بما سيحدث بعد 6 اشهر. كذبت، لا يعلم الغيب الا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. ان الرسول يقول لك ولامثالك: من ذهب الى عراف او ساحر فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ثم يسيء الادب في الحديث فيقول: ان هذا الذي كان يقرأ الكف ذهب اليه احد الناس، فلما امسك بكفه ليقرأها قال له: من انت؟ قال له: انا فلان. قال: ما ينبغي ان تكون حيا حتى الان، كان الواجب ان تموت منذ 2 شهرين مضيا، ولكن الله دفع لك بأشيش 2 شهر. الله يدفع البأشيش. أهذا كلام يليق بذات الله؟ الله يدفع البأشيش. ان هذه الكلمة ذكرتني بكلمة يهودي لقي ابا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: يا ابا بكر اننا اغنياء وربك فقير. ابو بكر لليهودي: وكيف؟ قال له: لاننا لم ندعو ربك للايمان بنا ولكنه يدعونا للايمان به، فنحن اغنياء وربك فقير. ولم يطق ابو بكر الحليم صبرا على ذلك الخنزير، فقام فلطمه على وجهه. فشكى اليهودي ابا بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح النبي المحبر لابي بكر: لما لطمته على وجهه؟ فقال: لانه اساء الادب مع الله يا رسول الله. فقال اليهودي: محمد. واذا بالقرآن الكريم ينزل من قبل الحق جل جلاله يصدق ابا بكر الصديق. نزل الامين جبريل بقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ان الله لا يدفع البشيش لاحد يا هذا الذي تقول ما لا تعلم. الحقيقة التي اريد ان اؤكدها ان المصيبة التي نزلت بنا كانت جسيمة، لانها مصيبة في اخلاقنا. وكان الواجب على اصحاب الاقلام اذا لم يجدوا ما يكتبونه ان يكفوا عن الكتابة. هل هناك احد على وجه الارض يعلم متى الاجل الا الله؟ هل هناك قارئ كف يا جاهل يعلم اين تموت ومتى تموت؟
هل هناك احد على وجه الدنيا يعلم متى المصير الا الله؟ ان الامام مالك بن انس رضي الله عنه رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام، فسأله مالك وقال له يا ملك الموت متى الاجل؟ ماذا بقي من عمري؟ فاشار له ملك الموت باصابعه الخمسة، فسأله مالك 5 سنوات ام 5 اشهر ام 5 ايام؟ فلم يرد عليه ملك الموت، واستيقظ الامام مالك قبل ان يجيبه ملك الموت، فذهب الى ابن سيرين وقص عليه الرؤيا، فقال له ابن سيرين يا امام دار الهجرة ليست سنوات ولا اشهرا ولا اياما، ان ملك الموت يريد ان يقول لك ان سؤالك هذا في 5 امور من الغيب لا يعلمهن الا الله، الا الله. ان سؤالك هذا في 5 امور من الغيب لا في 5 امور من الغيب. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير، ان الله عليم